أهلا بيكم يا جميلات قلوب عاقلة في الجزء التاني من رحلتنا. في الجزء الأول إحنا وقفنا قدام المراية وواجهنا الحقيقة المر، وعرفنا إزاي وقعنا في فخ الست اللي ب100 راجل، وإيه التمن الغالي اللي دفعناه من صحتنا وأعصابنا. لكن النهاردة مش جايين بس عشان نوصف الوجع، لأ، إحنا جايين عشان نزرع الأمل ونرسم طريق العودة للفطرة، وعشان نحمي بناتنا من فخ التعويض المفرط اللي بنقع فيه إحنا كستات، ونحمي ولادنا من دور المتفرج اللي بيقع فيه الرجالة، ومن دور البطاطساية اللي مش هتعرف تبقى طماطماية. والعكس، لازم نراجع خريطة التربية في بيتنا ونشوف بنعلم ولادنا ايه عن أدوارهم الفطرية من وهم صغيرين، لأن التأسيس ده مش بيبدأ واحنا كبار، ده بيبدأ من البيت ومن تربيتنا لولادنا في أبسط المواقف. مثلا هحكي لكم مثال. ابني زياد هو أكبر من أخته، فكان بيحاول يشيلها وطبعا هو يقدر على ده، فشالها. هي كانت فرحانة جدا جدا لأنه كان بيعملها بحنان وبرجولة وبمسؤولية. ضحكتها وهو شايلها وبيلف بيها في البيت كانت مالية البيت دفى وجمال. بس لما نزلها ولأنها حبت تكافئه على السعادة اللي حسسها بيها، راحت عملت إيه؟ راحت عشان تشيله هي كمان. هنا كان لازم أتدخل فورا وأنبهها بوعي: توتة، لو عملتي كده انت بتبعدي عن فطرتك. قلت لها: سيبي اخوك يشيلك وما تظهريش قوتك الجسديه المبالغ فيها قدامه، عادي ان هو يشيلك. لكن انت لو حابه تردي له السعاده اللي حسسك بيها، ترديها بحاجه كيوته زي البنوته الحلوه: رساله شكر مكتوبه، بوسه على خده، كيكه تعملها له مع كوبايه شاي وتقدميها له، تقولي له شكرا على السعاده اللي حسيتها النهارده وانا طايره في الهوا، حسيت بجد قد ايه انا غاليه عندك. الهدف هنا إني بازرع في البنوتة إنها غالية ومسنودة، وتكبر عارفة إن أنوثتها في رقتها واعتمادها الفطري على شهامة الراجل الموجود في حياتها. وبزرع في زياد الولد إنه بطل ومسؤول عن الحماية والاحتواء. لو عودنا بناتنا إن هم ب100 راجل هيطلعوا مجهدين ومحترقين نفسيا، ولو عودنا ولادنا إن الست بتعمل كل حاجة هيطلعوا متكلين عليهم وذكور نهامين طبعا. هنا الدلال بتاعها والرقة اللي اتعاملت بيها مع أخوها مش هيبقى ضعف، ده ستايل حياة هيخليها تسمح لكل راجل في حياتها، سواء كان أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، إنه يمارس رجولته في خدمتها. فتعزز جوه الأب هيبة الراعي، وتكبر جوه أخوها غريزة الحماية، وتطلع من ابنها راجل بيعرف يقدر الست. وبدل ما نكون بنتخانق كلنا مع بعض مين الأقوى، لأ، ده احنا هنكمل بعض بمين الأحن ومين اللي بيسند أكتر. ودي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لما في حجة الوداع قال: اتقوا الله، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. ومن تربية الولاد وتأسيس الفطرة ليهم بنروح لتفاصيل يومية بره البيت وجواه. هي التفاصيل دي اللي بتبني الفطرة دي طوبة طوبة، أو بتهدمها من غير ما نحس. الموضوع بيبدأ بتفاصيل بسيطة بنفتكرها عادية، زي برطمان مقفول، بدل ما تحاولي تفتحي فيه وتتّكي على إيدِك وتتعصبي عشان تقدري تفتحيه، لو عندِك الرجل موجود في البيت الجئي إليه، قولي له: لو سمحت محتاجة مساعدتك في فتح البرطمان ده، حسّسيه بقيمته. لو اضطرتِك بقى الظروف إن ما فيش راجل في البيت، دي قاعدة الاضطرار، هنا هنقول لِك ما تتقمصيش برضه دور الراجل، ما تحاوليش إن أنتِ تفتحي البرطمان بقوة وبغلظة وبشدة، لكن حاولي تفتحيه بذكائِك الأنثوي. تعملي إيه؟ شوية مَيّة سخنة أحطها على الغطا هيتفتح بسهولة، لإن الفخ الحقيقي بيبدأ لمّا بتقولي أنا باقدر أعمل كل حاجة لوحدي، وبينتهي بيكِ إنِّك بتعملي كل حاجة لوحدِك، وما بتبقاش في نقطة رجوع. هاحكي لكم مثال. المثال بيقول نتخيل كده إن في زوجتين، الاتنين مثلًا عرايس في بداية حياتهم. الزوجة الأولى الأنبوبة فضيت، هُم الاتنين الأنبوبة بتاعتهم فضيت. الأولى عملت إيه؟ الأولى اتصلت على زوجها وقالت له: حبيبي من فضلك الأنبوبة فضيت، اعمل حسابك النهارده تجيب غدا وأنت جاي، حاجة بسيطة كده ناكلها مع بعض لإن الأنبوبة فضيت. الزوجة التانية قالت إيه: يا خبر! ده زوجي هيرجع من الشغل مش هيلاقي الأكل جاهز، أنا باحبه وعايزة أجهّز له حاجته، فهاعمل إيه؟ فكّرت إن هي تعطي وإحنا مجبولين على العطاء، بس هي أعطت في حتّة غلط. عملت إيه؟ جابت الأنبوبة وبدّلتها وشالت الأنبوبة المليانة حطّتها مكان الأنبوبة الفاضية، وشحّمت نفسها وجسمها وبقت يعني شكلها شبه عتريس كده. ولمّا رجع الزوج وشافها بالشكل ده، كانت في الأول بتقول له إيه: حبيبي أنا بدّلت الأنبوبة عشان أعمل لك الأكل وأخلّيك مبسوط. في الأول كان فرحان جدًا وطاير بيها وقال: الله تسلم إيديكِ يا حبيبتي، مش عارف من غيرك كنت هاعمل إيه. تاني مرّة لمّا عملت نفس الفعلة دي، قال لها: ماشي شكرًا. تالت مرّة قال لها: ما خلاص، ما أنتِ كل مرّة هتقولي لي، ما هو طبيعي إنِّك تعملي ده، هو أنتِ عايزاني أنا مثلًا اللي آجي أبدّل الأنبوبة؟
شُفت وصّلت نَفْسها لإيه، ووصّلته هو كمان لإيه، حوّلته للذكر النهام، بدل ما يكون رجل قوّام. أمّا العروسة الكيوتة اللي كلّمت زوجها وقالت له: "من فضلك إحنا محتاجين نغيّر الأنبوبة." هو عمل حسابه وهو راجع على غدا، وهي جهّزت الشموع ولبست لبس لطيف وقعدوا اتعاشروا في جو رومانسي وهادي، هو حافظ على إنه راجل قوّام، هي حافظت على إنها أنثى بجد. أمّا نموذج الزوجة اللي كانت عمّالة تشيل الأنبوبة وتغيّر وتعمل كل المهام الشاقة دي عشان تمشّي المركب أو عشان خفّفي عنّه في الأمور اللي ينفع تشيليها عنّه، لكن أموره هو المرتبطة بالرجولة لازم هو اللي يقوم بيها. إنِّك كده وقّعتِ نَفْسِك في فخ أنتِ اللي بنيتيه بنَفْسِك، وهدمتِ رجولة الشخص اللي معاكِ. الزوج مش هيشوف ده جميلة أو هيشوف إن هو أنتِ أحسنتِ إليه، لأ هيشوفه واجب، وهيبدأ هو ياخد دور المتفرّج، ولمّا تتعبي وتطلبي منّه هيستغرب ويقول لِك: "ما أنتِ بتعمليها طول عمرِك يعني، عايزة أنا النهارده أنا اللي أعملها ليه؟" موضوع القوامة وموضوع إنّك تكون زوج قوّام وموضوع إنّك تكون زوج مُحِب وتقوم بواجباتك، ده أصل أصيل ومنهج نبوي. فعندنا في قصص الرسول عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة جدًا، فمثلًا عندنا في رحلة العودة من خيبر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام حَط ركبته لستنا صفية رضوان الله عليها عشان تحُط قدمها عليه وتصعد ليه الركوبة بتاعتها أو البعير بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيعمل ده لستنا صفية، وزي ما ستنا صفية سمحت للرسول إنه يقوم بقوامته ليها وتقبلت ده بمحبة، أنتِ كمان لازم تسمحي لزوجِك إنه يكون قوام، لازم يفتح لِك باب العربية، لازم يشيل عنِك الشنط التقيلة، لازم يشيل هو الأنبوبة ويبدلها. ده مش ضعف منِك أبدًا، ده اقتداء بالسيدة صفية اللي قبلت السند ده بكل تقدير. وعلى سيرة فخ القوة والسيطرة، فاكرين مسرحية الهمجي لمحمد صبحي؟ لمّا العفريت ظهر للإخوات وكان هيحقق لكل واحد منهم أمنية، فاكرين البنت اللي كان كل حلمها إن هي تبقى ست ب100 راجل؟ المسرحية دي لخّصت الحكاية كلّها قبل سنين كتير. البنت دي فعلًا كانت عايزة تبقى مديرة ناجحة وفعلًا بقت كده وقوية، بس التمن إيه اللي دفعته؟ إن جوزها مرسي ما بقاش شايف فيها الست اللي محتاج يسندها، فانتهت العلاقة بالطلاق. أصعب لحظة لمّا بصّت لنفسها في الآخر وقالت الجملة الشهيرة: "شُفت الدبوس يا بُرسي؟" الجملة دي كانت صرخة أنوثة بتضيع تحت عجلات النجاح الجاف. الدبوس الصغير ده كان الرمز الوحيد اللي فاضل لها عشان تحس إن هي لسه ست، بعد ما لبست درع ال100 راجل وضيّعت بسببه قوامة مرسي واحتوائه ليها. أنا مش عاوزاكِ توصلي لمرحلة الدبوس ده، مش عاوزاكِ تكتشفي بعد ما حققتِ كل النجاحات المادية إنِّك بقيتِ وحيدة، أو معاكِ ذكر نهام بيستغلِّك لإنه نسي إنِّك ست محتاجة الرعاية. النجاح الحقيقي يا حبيبتي إنِّك تكوني قائدة أعمال بذكاء السيدة خديجة، بس تفضلي في بيتِك ست الستات اللي جوزها بيتشرّف إنه يخلّي باله عليها. الخلاصة يا جميلات قلوب عاقلة، الموضوع مش صراع مين الأقوى، الموضوع هو إننا نرجع للفطرة اللي بتريّح الكل. القوامة حق ليكِ مش عليكِ، والإنفاق واجب عليه مش تفضُّل منه. ربنا خلقِك عشان تُكرمي وتكوني سَكَن، مش عشان تُستنزفي في أدوار مش بتاعتِك وتتحوّلي لآلة. وعشان كده رسالتي لكل ست بتسمعني: رجّعي الأنوثة لمكانها، عشان الرجولة ترجع لمكانها. خلّيكِ دايمًا خديجية الروح، خلّيكِ دايمًا قوية في عملِك وحكيمة في عقلِك زي السيدة خديجة، بس برضه زيّها خلّيكِ في بيتِك أنثى، الأنثى اللي بيتقال لها أنا هاخلّي بالي عليكِ. لمّا ترجعي ست الستات برقتِك وذكائِك، وتعرفي تتدلّعي وتتدلّلي في وجود راجل بيقدّر يعني إيه قوامة ورعاية، سواء كان أبوكِ، أخوكِ، ابنِك، زوجِك، أنتِ كده بتجبريه بالفطرة إنه يستعيد رجولته، ويفتكر إن هو الحماية وهو القوامة. ما تقبليش بالدبوس اللي في الآخر، وتعيشي صرخة بطلة الهمجي. خدي حقِك في الأمان والدلال من الأول بوعيِك وبفطرتِك، وافتكري دايمًا كمتخصصة باقول لِك وجودِك بصحة نفسية وسعادة أهم 1000 مرة لأولادِك ولبيتِك ولزوجِك من وجودِك كسوبر هيرو منطفية ومجهدة، لإن توازن الأدوار هو اللي بيخلق بيئة سوية لأطفالنا. إحنا محتاجين نرجع ستات بجد، عشان هم يرجعوا رجالة بجد. مستنية أسمع قصصكم وتجاربكم في التعليقات. هل حد فيكم حس قبل كده إنه وقع في فخ الست اللي ب100 راجل؟ ولو لسه مش معانا اشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي، وخلوا بالكم على نفسكم. لأ 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 غلط، خلي اللي بيحبوكم يخلوا بالهم عليكم. مع السلامة.